انا جيت لكم تاني بقى اهو. حطيت البصله تتحمر، ما تخليهاش تتحمر قوي كده اهو. هاخد منها حبه بقى اشيلهم علشان احطهم على الكشك لما يفتح. اول ما تحمر كده هاخد منهم حبه اشيلهم بالزيت بتاعهم كده. اخد حبه بالزيت بتاعهم كده اهو كده، شلتهم اهو. واقلب الباقي بقى، احط عليهم ايه؟ الطماطم. انا حطيت طبعا مع الطماطم حبه سكر، وحطيت الثوم مع الطماطم وهي بتتحط في الخلاط وهي في الخلاط. حطيت معلقه الثوم مع الطماطم، وحطيت معلقه السكر مع الطماطم في الخلاط وهم ايه بيتخلطوا. حطيتها بقى على البصله، وهسيبها بقى لما تتسبك خالص. انا طبعا قشرت الجمبري، نضفته وقشرته، شلت منه الراس ونضفته من الجناب كده. لو كان كبير شويه في الجنب كده اللي هو بتاع الرمل ده، كيس رمل كده صغير، شيليه عشان بردك ما يعملش ايه مشاكل. لكن ده ما لقيتش فيه يعني كامل. ده انا تحت كل واحده كده على 3 عشان كل اللي ياكل لقمه كده تطلع معاها حته جمبري وحبه حمص. هاجي بقى اما الطماطم تتسبك هاجيلكوا واقول لكم عملت ايه.